طلاب الاعزاء، طلاب مس اميره سعد، وزي ما وعدتكم ان اي قاعده هتبقى صعبه ان شاء الله هسهلها جدا جدا جدا، وهنحاول ناخد اكتر القواعد اللي فيه مشكله ممكن تقابل الطلاب فيها ان شاء الله ونشرحها سواء على قناتنا على اليوتيوب او على الفيسبوك. اكتر قاعده الطلاب لقيتهم بيتلخبطوا فيها الى حد ما هي الكونديشنز بتاعت اف، فانا قررت ان شاء الله سواء لطلاب الثانويه العامه، طلاب المراحل الاعداديه، طلاب الكونكت بلس، ان انا اشرح معاهم قاعده اف، الفيرست كونديشن، سكند كونديشن، ثيرد كونديشن، وزيرو كونديشن اوف اف. نبدا مع بعض كده بسهوله. نبدا ناخد اول حاجه نتكلم عن حالة اف او قاعدة اف، الحالة الزيرو كونديشن اوف اف. اول حاجة اف، معنى اف ايه؟ معنى اف يا شباب تيجي بمعنى اذا او ايه؟ اذا او لو. اول حاجه الزيرو كونديشن اوف اف هنجيب اف بيجي بعدها present simple. يعني ايه present simple؟ يعني مضارع بسيط. بستخدمها في ايه؟ وصف الظواهر والحقائق العلميه والتجارب المعمليه. يعني مثلا لما اجي اقول مثلا زي ما بيقول لي هنا if you heat ice it melts. if هنا بيجي بعدها اول حاجه اف بيجي بعدها present simple مضارع بسيط، والناحيه الثانيه برضو بيجي بعدها مضارع بسيط. يعني ايه؟ يعني لما اجي استخدم قاعده اف مضارع بسيط بستخدمها لوصف الحقائق العلميه والتجارب المعمليه، الحاجات اللي ليها علاقه بالمشاعر والاحاسيس دي برضو ليها علاقه باف زيرو كونديشن. يعني لما اجي اقول لك ايه if you sleep early خلاص you get up early. ما هي دي حقيقة، يعني احنا كإنسان أو احنا كبشر لما نيجي ننام بدري بنصحى بدري. نيجي نتكلم على التجارب العلمية if you boil water، لو انت بتغلي المية it evaporates. يعني ايه evaporates؟ يعني المية بتتبخر. نيجي نلاحظ هنا ان قاعدة اف الزيرو جه فيها زيرو present simple مضارع بسيط اللي هو مع الجمع بنسيب الفعل في المصدر، مضارع بسيط ادي المفرد هنزود في الفيرب اس. دي بالنسبة للزيرو كونديشن انا بستخدمها في وصف حقائق علمية، وصف تجارب معملية، الحاجات اللي لها علاقة بالحقيقة ما ينفعش اغيرها. يعني مثلا نيجي نقول هنا تاني if you heat ice، زي ما جايب لي كده الجملة if you heat ايس، لو انت بتسخن التلج ايه اللي هيحصل للتلج؟ انا جبت الفاعل جمع، ممكن نخليها زي، ممكن نخليها شي، بس انا لو خليتها شي هنضطر نزود الفيرب اس. فانا هقول if you heat ice خلاص it melts، التلج هيحصل له ايه؟ التلج هيسيح. يبقى هنا present simple مضارع بسيط. دي بالنسبه للزيرو كونديشن اوف اف. نيجي نتكلم على الحاله الاولى من اف. هتتكون من ايه الحاله الاولى من اف؟ الحاله الاولى من اف نبدا هنستخدمها في كذا حاجه. اول حاجه نيجي نتكلم عن الفيرست كونديشن، اف بيجي بعدها ايه؟ اف هيجي بعدها اول حاجه مضارع بسيط، بس هنغير الناحيه الثانيه. هنستخدم ايه بقى الناحيه الثانيه؟ انا هجيب اف بلس present simple المضارع البسيط بلس انا مديك هنا هتستخدم ولا، هتستخدم كان، هتستخدم مي، هتستخدم شوت. كل واحده من دول ليها استخدام. ازاي؟ دي كلها اسمها مودال فيربس، افعال ناقصه بياتي بعدها الانفينيتيف، يعني الفعل زي ما هو في المصدر. لما اجي اقول اف بيجي بعدها present simple في الفيرست كونديشن اوف اف بنجيب معانا اول حاجه استخدامنا واللي بيجي بعدها الفعل زي ما هو في المصدر، بس بستخدمها في ايه؟ في حاله التنبؤ. يعني ايه تنبؤ؟ يعني لما اجي اقول لك ايه if you study hard، لو انت بتذاكر بجد اهو هروح مديك تنبؤ. طبعا you will succeed، هروح قايله you will succeed، انت سوف تنجح. لاحظنا ايه هنا؟ لما جيت اتكلمت عن التنبؤ استخدمت if present simple مضارع بسيط، وتاني هنتكلم من المضارع البسيط مع المفرد اللي هو ضمائر المفرد he و she و it، we add to the verb s or es or ies. والسبلولار اللي هو الجمع we put the verb in infinitive، بنسيب الفعل زي ما هو في المصدر. لما نيجي نتكلم على الناحيه الثانيه اتكلمت عن will. طبعا انا بجيب الجمله، انا حطيت will plus
infinitive. انا بحط هنا will واجيب بعدها الفعل زي ما هو infinitive زي ما هو في المصدر. لاحظت هنا لما انا جبت اف في الاول حطيت في النص كوما. طب لو انا هبدا باف في النص، انا حطيت اف في النص، يبقى انا هعمل ايه؟ هنروح واخدين الجمله اللي بعد اف بالظبط. انا هجيب الجمله اللي بعد اف ايه وهناخدها ونسحبها معانا. فاروح جايه قايله ايه؟ هروح جايه قايله اف هيجي بعدها الجمله بتاعت المضارع البسيط اللي هي if you. خلاص study hard هننزلها زي ما هي if you study hard. نروح جايين الناحيه الثانيه you will succeed. انا خليت الجمله بتاعت اف زي ما هي، ما غيرتش فيها اي حاجه. بس لاحظت ايه بقى؟ انا لاحظت ان انا هنا لما جبت اف في الاول حطيت في النص كوما تفصل ما بين الجملتين. لما جبت اف في النص انا ما حطيتش كوما وما فصلتش ما بين الجملتين وخليتها جمله واحده. ماشي، نيجي نتكلم هنا مثلا عن اف. لو انا جبتها في الاول خلاص واستخدمت بدل ما جيت استخدمت will استخدمت الناحيه الثانيه. انا قلت اف برضه هجيب present simple مضارع بسيط، والناحيه الثانيه بدل ما هستخدم will انا هستخدم حاجه ثانيه. هستخدم كان بلس infinitive. هستخدم كان في ايه؟ بستخدم كان اصلا معناها يستطيع. يستطيع. ماشي يا ليلى؟ انا عامله الفيديو عشانك اهو. يبقى كان يعني يستطيع. كان بنجيب بعدها الفيرب زي ما هو infinitive يا جودي. جودي كان بنجيب بعدها الفيرب infinitive. بجيبها في ايه؟ هقول له ايه؟ if you practice خلاص، او if you play well. لو انت بتلعب كويس خلاص you can win. هتقدر ان انت تكسب. you can win. ودي الجزئيه الثانيه ان انا استخدمت كان في صيغه القدره او الابيلتي. الشكل الثالث يبقى انا اتكلمت في قاعده اف الحاله الاولى، ادي اول شكل. تاني حاجه اتكلمت عن الشكل الثاني اللي هي كان. تالت حاجه هتكلم في اف قاعده اف الحاله الاولى. هتكلم برضو عن الفعل الناقص الثالث وهو may. may بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن possibility. يعني ايه possibility؟ يعني احتمال من المحتمل ان انا بدي possibilities او احتماليه لحدوث الشيء. فانا هقول له ايه؟ if you have money لو انت معاك فلوس، او ممكن يقول على نفسه if I have money I may buy a car. احتمال اشتري عربيه. يبقى دي كده الشكل الثالث من اف الحاله الاولى. يبقى كل فعل ناقص كان استخدام. جينا اتكلمنا عن حاجه ثانيه برضو. اقول له ايه؟ if you get up early لو انت صحيت او بتصحى بدري you should go to school. لازم تروح المدرسة on time. انت استخدمت should في صيغة النصيحة. يبقى should استخدمتها في الحالة الأولى من if في صيغة النصيحة. يبقى نعيد تاني كده مع بعض. اتكلمنا قاعدة if في الحالة الأولى استخدمتها في ايه؟ لو will هيبقى تنبؤ، لو كان هيبقى قدرة، لو may يبقى احتمال، لو should يبقى advice نصيحة. وانا بقول اهو للطلاب الأعزاء أي modal verb أي فعل ناقص بيجي بعده infinitive المصدر without preposition بدون حرف جر. خلاص بسم الله. هنيجي دلوقتي ونتكلم عن قاعدة اف الحالة الثانية. بس طبعا قاعدة اف الحالة الثانية زي ما احنا شايفين كده مع بعض هنستخدم قاعدة اف الحالة الثانية. هنستخدمها في ايه؟ أول حاجة لما يجي أعمل خلاص زي ما اتفقنا اف قلنا اف معناها ايه؟ إذا أو لو. عامة اف معناها إذا أو لو. بتنام بدري، لو بتنام بدري هتصحى بدري، لو بتذاكر هتنجح. خلاص معايا؟ فلما يجي أقول قاعدة اف الحالة الثانية بستخدمها في ايه بقى؟ السكند كونديشن. قاعدة اف الحالة الثانية بستخدمها أول حاجة خلاص لما اجي ادي ادفايس. انا استخدمت نصيحه في should. يعني قلت ايه؟ if you sleep early خلاص you will get up early. انا جبت well ومره استخدمتها مضارع بسيط. طب لو انا قلت if you مثلا if you sleep early you should go to school on time. لازم تروح المدرسه في الوقت المحدد. استخدمت should في النصيحه. should في النصيحه في قاعده if الحاله الاولى. ممكن استخدم الحاله الثانيه في النصيحه في صيغه متلازمه لقاعده if هي اللي مسؤوله عن verb to be where تيجي مع I. ازاي بقى؟ ما اجي اقول if، انا هقول if اهو
if I were، ايه ده هي وير يا باشا بتيجي مع اي بستخدمها في الافتراض. يا عم لو انا مكانك if I were you، لو انا مكانك هو انا هينفع ابقى مكانك؟ لا، if I were you انا لو مكانك هروح اعمل ايه بقى؟ يجي الناحيه الثانيه يقول لك انا ممكن اجيب بدل will يبقى would، بدل can تبقى could، بدل may تبقى might، بس مفيش بدل شرط في الحاله الثانيه. انا ما بستخدمش غير الثلاث افعال الناقصه دول في الحاله الثانيه. would يلا افتراض if I were you، لو انا مكانك I would، انا احط الكومه ما انساش في النص اهو I would خلاص study hard. يا عم لو انا مكانك كنت هذاكر، ريح دماغك يا عم وذاكر. if I were you I would study، ريح دماغك وذاكر، هتخسر ايه؟ هتنجح. يبقى ما اجي اقول if I were you في الحاله دي بستخدمها في النصيحه. if I were you اذا كنت مكانك، هل ينفع انا ابقى مكانك؟ مش هينفع، بس بستخدمها في الافتراض. اذا كنت مكانك if I were you I would succeed. هذاكر ورايح دماغي بقى عشان ماما تمشي مش كل شويه تمسكني تعاقبني. طب الثانيه if هستخدم برضو I were، ممكن اهو بدل I was هقول if I were افتراض شيء ولا يمكن حدوثه. يعني ايه لا يمكن حدوثه؟ يعني بتتمنى حاجه بس مش هتحصل، فتيجي تقول لنفسك ايه باستظراف كده، لو كنت حمامه او لو كنت عصفوره كنت هطير، فتقول لنفسك ايه if I were a bird، لو انا كنت طائر. يلا جيب لي كود بقى I could fly، لو انا كنت طائر كنت هطير. هو انت ينفع تبقى طائر؟ لا اله الا الله، انت بني ادم. فانت لما تيجي تستخدمها if I were a bird، لو انا كنت طائر كنت هطير. هل ينفع انت تبقى طائر؟ لا ما تنفعش تبقى طائر. فعشان كده تيجي تقول ايه if I were a bird I would ايه او I could fly. يبقى انا بستخدمها في افتراض شيء ليس له علاقه بالواقع. طب يا مس هنا هل ناخد was ولا ناخد were؟ والله الافضل ان احنا ناخد were في الافتراض، لكن was ده مكانها الطبيعي. يبقى if I were a bird I could fly. نيجي ناخد الجزء الثالث اللي هي might، الاحتماليه نفس استخدام may بالظبط. خلاص معايا؟ اقول له ايه if I had a lot of money، لو انا معايا فلوس كتير if I had a lot of money I might buy a car، احتمال كنت اشتري عربيه. I might buy a car. ولاحظ حاجه، المودال فيربس الافعال الناقصه لا ياتي بعدها حرف جر ولا ياتي بعدها تصريف تاني ولا تالت، لازم يجي بعدها انفينيتيف فزي ما هو في المصدر. خلاص؟ في تريكايه هنا هنشتغلها مع بعض قبل ما نبدا نشتغل على الجمل. انا لسه قايله ايه؟ انا لسه قايله if، هنجيب بعدها ايه؟ انا هجيب بعدها if I had. خلي بالي عشان احنا اخدنا الماضي التام present perfect بيتكون من had والتصريف الثالث للفعل. had والتصريف الثالث للفعل. في عندي had وتصريف ثالث للفعل، هنا نسينا كلمه money. انا بقول اهو if I had a lot of money، لو معايا فلوس كتير. money دي عباره عن ايه؟ عباره عن noun. فانا بقول ايه if I had money، لو انا معايا فلوس خلاص I would مثلا buy زي ما انا لسه قايله a car. اما اجي اقول لك هنا خلي بالك لما تيجي تنفيها had هنا بعدها اسم، يبقى النفي بتاعها didn't have. يبقى هنا دي حالة ايه؟ دي حالة تانية عشان had تجيب بعدها النون. فالناحية التانية هجيب would plus infinitive. يبقى لو انا عندي had جاية فعل اساسي وليس helping verb هجيب بعدها الاسم، يبقى الناحية التانية would plus الانفينيتيف. مش هجيب هاد وتصريف ثالث. ليه بقى؟ هاد وتصريف ثالث هندخل على حاله ثالثه ولسه هنقولها دلوقتي. يبقى مبدئيا تاني اتكلمنا عن الحاله الثانيه، بستخدم ايه في الحاله الثانيه؟ بستخدم الافعال الناقصه زي would زي could زي might، واستخدم معاها الناحيه الثانيه بس سمبل ماضي بسيط. طبعا زي ما احنا اتفقنا لو انا هحط اف في النص جر بقى اف بالايه؟ جر اف خلاص بالجمله بتاعتها. يبقى هروح قايله ايه؟ I would buy a car، كنت هشتري عربيه if I had a lot of money، لو انا معايا فلوس كتير. خلاص يبقى اف في النص زي ما اتفقنا جايه اسمه، مفيش هنا اي فواصل. اف جايه في الاول
حطينا في النص كوما. if لو انا هستخدمها في النصيحه if I were you. لو انا هستخدمها في الافتراض if I were a bird if I were taller I would play basketball. لكن انا لا طويل وهعرف العب كوره ولا ينفع ابقى طائر. يبقى الحاله دي استحاله حدوث الشيء او الافتراض لشيء لا يمكن حدوثه. خلاص نيجي نتكلم عن الحاله الثيرد كونديشن ودي الاخيره اللي هي ايه بقى الثيرد كونديشن؟ if في الحاله الثالثه بستخدمها بقوه ان الشيء ما ينفعش اغيره. يعني ايه؟ يعني ده افتراض شيء بس حصل عكسه فلا يستطيع الانسان هو يغيره. يعني مثلا if I بص انا هديك المثال وبعدين اشرح. فانا اقول ايه؟ if I had خلاص a lot of money. انا ماشيه بنفس المثال اهو. if I had a lot of money حط كوما. I would اروح قايله I would وبعدين احط ايه؟ have وبعدين تصريف ثالث I would have bought ايه؟ a car. طب انا اصلا معيش فلوس خالص. يعني انا اصلا معيش فلوس خالص يبقى I would have bought a car. يبقى انا جبت had وجبت بعدها تصريف ثالث يبقى ده اسمه ايه؟ ماضي تام. يبقى في قاعدة اف زي ما اتفقنا هخش في الحالة الثالثة. الأولى خلاص قلنا مضارع بسيط، نزلنا في الثانية قلنا ماضي بسيط، نزلنا في الثالثة قلنا ماضي تام. واخدين بالكم؟ يعني أنا بمشي من الأقدم أهو، نزلت للأقدم ماضي تام. في هنا كلمة تام، التام فيه تصريف ثالث يبقى الناحية الثانية فيه تصريف ثالث بعد إيه؟ بعد verb to have. يبقى I would have bought. يبقى طبعا أنا مش معايا فلوس خالص وطبعا مش هعرف أشتري عربية فأنا بفترض حاجة مش هعرف أعملها. لما أجي أنفي الجملة دي خلاص أقول إيه؟ if I hadn't أهو hadn't had ليه؟ عشان ده فعل هنا اسمه helping verb فعل مساعد وجبت بعده التصريف الثالث للفعل يبقى ده ماضي تام. if I hadn't had a lot of money لو ما كانش معايا فلوس I wouldn't بص اهو I wouldn't have bought a car كنتش هعرف اشتري عربية. يبقى دي القاعدة بتاعت if سواء الزيرو مضارع بسيط مضارع بسيط. الأولى مضارع بسيط وخش لي بالأفعال الناقصة في أساسها will وأجيب can وأجيب should وأجيب may plus infinitive. بخش على الحالة الثانية بتاعت if قلنا ماضي بسيط خش بالماضي بتاع الأفعال الناقصة وجيب بعدها الانفينيتيف. خش على الحالة الثالثة هنجيب ماضي تام والناحية الثانية would have والتصريف الثالث للفعل. تعالوا بينا نطبق على اللي احنا لسه قايلينه بشكل واضح أكتر. بص معايا كده وهنبدا نطبق اللي احنا لسه شارحينه في الاربع قواعد او الفور كونديشنال اوف اف. اول حاجه بيقول لي ايه؟ if she had enough money. انا جبت had وجبت بعدها noun اسم يبقى ده زمن ايه؟ had وفي بعدها اسم يبقى past simple ماضي بسيط. if she had enough money يبقى معاها فلوس كافيه يبقى احنا بدل جبنا had وهنا اسم يبقى دي حاله ايه؟ يبقى دي حاله ثانيه. دي حاله ثانيه خلاص. she نقط a car. she ايه؟ بدل قلنا حالة تانية احنا قلنا هنا في الحالة التانية هنجيب بس simple والناحية التانية فعل ناقص زي would مثلا ونجيب بعدها الانفينيتيف ولازم اكلم نفسي كده. يبقى هتبقى الناحية التانية ايه؟ برافو عليك يا جودي سامعاكي. يبقى نقول الناحية التانية would plus infinitive يبقى would buy. طب بص كده الجملة اللي بعدها أسئلة امتحان اسمع كلامي. باجي أقول if she had enough time لو عندها وقت كده كافي. أنا لسه قايلة لك إيه؟ لو أنا جبت had فعل مساعد وجبت had كفعل أساسي. هنا had جاي فعل أساسي بس أساسي لكن هنا فعل مساعد وجاي بعده التصريف الثالث للفعل. if she had enough time ايه اللي هيحصل لو عندها وقت كافي؟ she knows parts. ما احنا اتفقنا يا جماعه في هنا ماضي تام past perfect بدل في past perfect تبقى الناحيه الثانيه ايه؟ على طول فعل ناقص بعده have. بدل في هنا ماضي تام وفي هنا past participle يبقى لازم هنا يبقى في past participle يبقى هجيب ايه؟ would have could have might have والتصريف الثالث للفعل. فرحت جايه قايله ايه؟ does مش هتنفع. would have done يبقى would ودي have والتصريف الثالث لا هتنفع did ولا تنفع would do. يبقى الحل بتاعي يبقى دي sir condition حاله ثالثه.
تمام؟ دي تريكات امتحانات. نخش على الجمله نمبر 3. the 3 sentence بتقول she would have succeeded. ايه ده؟ she would have succeeded ده جايب لي would وجايب لي have وجايب لي تصريف ثالث واف في النص. يبقى دي حاله ايه؟ جايب لي would have وتصريف ثالث. اول ما يجيب لي past participle تصريف ثالث تصريف ثالث تصريف ثالث حاله ثالثه، يبقى اروح قايله ايه؟ she heard حاله ثالثه يبقى ماضي. ايوه جدع جدع ماضي تام، وانا شايفاكي ماضي تام وانت عماله تفكري. يبقى she ايه؟ she had studied. معايا يا جودي؟ سامعاني اهو. she had studied. يبقى اول حاجه اهو قال لك had وباست بارتيسيبل على طول، يبقى الناحيه الثانيه اهي would have والتصريف الثالث للفعل. خش على الجمله الرابعه if he، والجمله دي بقى افتكرها اسمها جمله مس اميره. ليه بقى؟ الجمله دي انا عندي الفاعل هنا جاي بعده فعل، الفعل ده اسمه ايه؟ regular verb. يعني ايه regular verb يا شباب؟ في عندي في الافعال الريجولار في التصريفات بتاعتها الشاذه بتلخبطني جدا. ازاي بقى؟ انا لما اجي اقول الفرق ما بين she cut her leg واروح قايله لك حط لي ظرف بعد اذنك في الاخر، يعني she cut her leg every day، خلاص معايا؟ ولا اجي اقول now، ولا اجي اقول yesterday. هتقولي يا مس every day، هقول لك غلط. ليه؟ every day ده على المفرد اللي هو ضمائر المفرد he وشي وات بنزود اس زي ما انا معوداه. طب انا جيت هنا لقينا شي جاي معاها من غير اس، يبقى ده باست سيمبل ماضي بسيط، يعني تصريف تاني. ايه ده يا مس؟ هو الفعل التصريف التاني والاول زي بعض والتالت زيه. كات بوت هيت هارت دي افعال اسمها الافعال الشاذه. فانا اروح جايه قايله ايه؟ شي كات هير ليج يبقى يسترداي. يبقى اول ما اجي اقول ايه؟ بص هنا هي كات، انا جبت تصريف تاني للفعل عشان ما فيهوش اس، يبقى اروح قايله ايه بقى؟ if he cut his leg. الناحيه الثانيه يا مس ما هو ده تصريف ثاني يبقى حاله second condition. برافو عليكي يا ساره، انا سامعاكي يا ساره. يبقى اقول second condition يبقى هي ايه؟ ايوه شاطره يا استاذه. يبقى would والفعل زي ما هو infinitive. ده سؤال جه في امتحانات كتير جدا في اعداديه، وجه في امتحانات اولى ثانوي وامتحانات ثانيه ثانوي بيجي بتاع هاد. خلاص انا جامعه اهو، وامتحانات الكلاس ممكن يجي لي present simple present simple وفيوتشر، يبقى حاله اولى وحاله زيرو. خلاص معايا؟ دي كده نعتبرها ايه؟ اهم. بص اهي تريكات اف، خلاص اللي هي البسيطه السامبل اللي هي بتيجي للبنات والولاد بتوع المراحل الاعداديه. نبص اللي جاي، خليكم معايا. نرجع تاني لاخر جزء معايا النهارده في الحلقه بتاعت قاعده اف. الكونديشنز 3 كونديشنز وفوقيهم الزيرو يبقى ال 4 كونديشنز اوف اف. هناخد سؤال الرايت. انا معوده الطلبه بتوعي من زمان جدا على الرايت. طفل في سنه اولى ابتدائي جريد 1 بديله الرايت لحد ما يزهق، يجي ياخد I am a girl، اقول له نيجاتيف يقول لي I'm not a girl، اقول له she يبقى she is a girl، اقول له we يقول لي we are girls. حاول الطالب من جريد 1 اي مدرس، دي نصيحه، ان هو يعرف يبتكر في الجرامرز. الجرامرز هي اساس الانجليش مع الفونكس بتاعتي، لانجوج نوتس بتاعتي، يبقى عندي لانجوج نوتس، يبقى عندي جرامرز، يبقى عندي فونكس، يبقى انا كده السكيلز بتاعتي 10/10. بص كده معايا عشان نقفل مع بعض قاعده اف ونخلص الموضوع واحنا مبسوطين. بيقول لي هنا ايه؟ He didn't brush his teeth so he had a headache. ايه ده؟ He had a headache. teeth ايه يا ولاد؟ لا هي دي مش teeth بقى، خلاص يبقى هنا هنقول مثلا، هنا هنقول toothache. دي غلطة مطبعية، خلاص دي toothache. بيقول لي هنا he didn't brush his teeth، ما بيغسلش أسنانه لذلك هو عنده ألم في السنان. خلاص تعالوا كده نحل الجملة دي كده مع بعض ونشوف ايه اللي فيها. بيقول لي اف، أولا لازم أخلي بالي إن هو جايب لي اف كابيتال. طلاب الصف الثالث الإعدادي وخاصة عمر
خلي بالك يا عمر، انا لما يجي يقول لي يا عمر اف، يا عمر يا فاروق جاب لي اف وقال لي هنا الجمله في زمن ايه؟ قال لي الجمله هنا ماضي بسيط. ايه ده ماله بقى؟ ما يجيب لي جمله ماضي بسيط احفظها كده، ماضي بسيط حاله ثالثه، ماضي بسيط حاله ثالثه، ماضي بسيط حاله ثالثه اهو. يبقى ماضي بسيط راح جايبه جمله في الحاله الثالثه الاف. مضارع بسيط يبقى حاله ثانيه، مضارع بسيط حاله ثانيه اهو. بص اهو، مضارع بسيط اللي هو البريزنت سيمبل يروح محولها في اف حاله ثانيه. طبعا انا بقول على الجمل الافتراضيه دي جمله بدون اف، انا هحط لها اف، يبقى ما احط لها اف تبقى اف حاله ايه؟ حاله ثانيه. خلاص، لو جمله مثبته من غير اف هتبقى منفيه باف، لو جمله منفيه من غير اف تبقى مثبته باف. ماشيه معايا عكس، لان انا بفترض. يعني انا بقول لك ايه؟ he didn't brush his teeth so he had a headache. الجمله دي ماضي بسيط، هو ما بيغسلش اسنانه عشان كده جاله وجع في اسنانه. لو بيغسل اسنانه مش هيجيله وجع في اسنانه. اسمع الكلام، نصايح مهمه اهي. هقول ايه بقى؟ اف واروح قايله هي، شيل يا عم على طول. مش دي ماضي بسيط؟ حاله ايه؟ حاله ثالثه، يبقى اف هي. شيل النفي خالص وحط هاد، ونجيب التصريف الثالث للفعل. if he had brushed his teeth هنشيل سو خالص ونحط كوما عشان احنا جايبين اف في الاول. يبقى نقول ايه؟ if he had brushed his teeth هنقول ايه؟ he. الناحيه الثانيه اتفقنا بيبقى فيه ايه يا شباب؟ would، بس هننفيها عشان الجمله هنا مثبته هننزلها منفيه. wouldn't have والتصريف الثالث. فين التصريف الثالث عندي؟ had، يبقى he wouldn't have had a toothache. افتراض اهو تاني. الناس اللي مش فاهمه الجمله دي، انا سامعه الناس عماله تتكلم اهو. بص يا سيدي، she didn't brush his teeth، he didn't brush his teeth، he didn't brush ما بيغسلش اسنانه. حولها لجمله مثبته ليه؟ عشان بقول لو بيغسل سنانه عكس الحاجه الحقيقيه. هو ما بيغسلش اسنانه فاسنانه وجعت، لو بيغسل سنانه سنانه مش هتوجعه. يبقى if he ماضي بسيط حاله ثالثه، يبقى had والتصريف الثالث. if he had brushed his teeth هتبقى he wouldn't have had a headache. he wouldn't have had a headache. ليه؟ عشان قلنا would have بيجي بعدها تصريف ثالث والفعل الاساسي عندي هنا had. ادي اول جمله. الجمله الثانيه جزئيه مهمه قوي اللي هي ايه؟ نو. هي مالها نو دي؟ نو مالها نو بتحل محل نيجاتيف. ما ينفعش اقول ايه؟ haven't know، لا، النفي اديني الجمله بتاعتي اثبات. يبقى have no هي haven't. خلاص؟ فبيقول هنا ايه؟ he او she has no money، معهاش فلوس to buy a car عشان تشتري عربيه. معهاش فلوس يا عيني. لو احنا هنحط لو اهو، لو اللي هي if، لو معاه فلوس كان هيشتري عربية. يا رب وعدنا يا رب. لو معاه فلوس هيشتري عربية. يا عم ده معايا. فاروح هنا ايه؟ if. خلاص هننزل الفعل if she. خلاص هنا مضارع بسيط مس أميرة قالت من غير if يبقى هجيبها if هننزلها حالة تانية. يبقى افترض معايا، هو هنا بيقول لك معهوش، في هنا نو، يعني دي جملة منفية هنحولها بقى يبقى نجيبها مثبتة. يبقى if ايه؟ if she had money حالة تانية ماضي بسيط. وبعدين she would buy a car. لو معاه فلوس كان هيشتري عربية. لو معاه فلوس الجملة هنا منفية يا مس، هنحولها مع if الايه؟ لمثبتة. يا مس مفيش هنا نوت، نو تحل محل النفي. ده انا هديكوا بقى ايه؟ انا هديكوا حصص فيها نفي من غير نوت. نفي من غير نوت يا مس، في نفي في نفي كتير من غير نوت. استنوني بقى، استنوني في موضوع النفي من غير نوت. if she had money she would buy a car. يبقى انا كده جبت حاله ايه؟ حاله ثانيه مع مضارع بسيط. حاله ثالثه لو الافتراض الجمله الاصليه بدون اف في الماضي. خلاص؟ he didn't eat lunch، هو ما اتغداش. so he was hungry، عشان كده يا عيني جعان عمال يفكر انا عايز اكل. تمام؟ انا بقول ايه؟ he didn't eat lunch، هو ما بياكلش او هو ما اتغداش. الجمله دي حاله ايه؟ انا لسه قايله اهو، دي جمله في زمن ماضي بسيط من غير اف. بدل فيها بقى انا هنزل اف يبقى نجيبها حاله ثالثه. يبقى اف لسه قايلها اهي ماضي بسيط حاله ثالثه. يبقى اف
he لو منفي هنزله مثبت، لو مثبت هنزله منفي. يبقى if he had، خلاص if he had eaten lunch، لو هو كان اتغدى حط الكومه بقى تشيل سو، يبقى he نزل لي would have، حط لي تصريف تات يبقى he wouldn't، الجمله هنا مثبته يبقى هنحطها منفي، يبقى he wouldn't have، وتجيب التصريف التالت لوز تبقى بين عشان ناس كتير بتلخبط فيها. he wouldn't have been hungry، ما كانش هيجوع. افتراض اهو الجمله مثبته نزلتها منفيه، الجمله منفيه حطيتها مثبته في حاله وجود if في الاول جبنا كوم، if في النص شلنا الكوم. خلي بالك منها بيقول لك ايه if you boil water، عشان ما جبتش if you boil water if you boil water if you boil water مالها بقى it، انا جبت هنا if جه بعدها يو وانفينيتيف الفعل في المصدر. if you boil water او water زي ما احنا بنقولها يعني it. هنا مضارع بسيط. الناحيه الثانيه نجيب ايه؟ ناس تقول لي يا مس والمصدر، اقول لك ليه؟ هو انت بتيجي تغلي الميه ايه بيحصل؟ بتتبخر حقيقه الماء، تجربه معمليه. خلاص جيب ميه وحطها كده واغليها هتروح الميه متبخره، يبقى if you boil water it. يلا اديني evaporates اللي هي مضارع بسيط مضارع بسيط مضارع بسيط مضارع بسيط مضارع بسيط مضارع بسيط. تمام؟ يبقى انا كده خلاص زي ما اتفقنا النهارده. انا كنت مبسوطه قوي 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 ان انا حطيت كده سبوت على بعض الجمل الاساسيه اللي انا بوعدكم ان الامتحان لازم تتكلم منها تيجي، اللي هي بتاعت ايه؟ اللي هي بتاعت هاد. اخر حاجه هنقفل بقى بيها بلس ناون، يبقى دي حاله تانية. خلاص معايا؟ في جمله برضو او جزئيه عايزه اوضحها، يعني لما اجي اقول ايه if he had، خلاص if he had money، خلاص احنا قلنا الجمله دي كتير قوي، هروح قايله he would، خلاص have من غير ما اقول يشتري، he would have a car، كان هيبقى عنده عربيه. خدت بالك من حاجه هنا؟ would جه بعدها have، would have جه بعدها اسم now، يبقى دي حاله تانية. لكن لما كنا بنقول would have جه بعدها تصريف ثالث كانت بتبقى حاله ثالثه. انا سعدت جدا 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 بشرحي النهارده، وان انا القيت الضوء على حاجات مهمه جدا بتلخبط معظم الطلاب، وان شاء الله انا كل فيديو هحل بيه مشكله بتواجه اي طالب سواء من الطلبه بتوعي او من زمايلهم. انا تحت امر كل الناس في اي حاجه تخص الماده العلميه بتاعتي. سعدت بيكم النهارده جدا وكنت مبسوطه وانا بشرح لكم حاجه اسهل لكم بيها حاجه كانت صعبه. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه مع مس اميره اسعد.